فيه صوت أول ما تسمعه تحس إن فيه كارثة هتحصل، ضحكة مجنون، مش ضحكة فرح، ضحكة بترعب. قال لي ورا الضحكة دي الضبع. بس استنى شوي، الضبع مش نوع واحد، فيه الضبع المرقط وفيه الضبع المخطط، وكل واحد فيهم ليه شخصية مختلفة تماما. في الفيديو ده هنعمل مقارنة حقيقي ونشوف مين فيهم الأقوى ومين الأذكى ومين اللي ممكن يفرض نفسه في البرية لو حصلت مواجهة. الضبع المرقط ده مش أي ضبع، الأكبر في الحجم والأقوى في الهجوم، طوله يوصل ل1.5 متر ووزنه ممكن يعدي 80 كيلو. بيعيش في إفريقيا جنوب الصحراء، بس اللي بيميزه فعلا مش الحجم ولا الشكل، اللي بيميزه هو القطيع. الضبع المرقط بيعيش في مجموعات ضخم ممكن توصل ل80 فرد، وكل مجموعة ليها نظام واضح وقياد وتسلسل هرمي، والأغرب إن الأنثى هي اللي بتحكم. الضبع الأنثى مش بس أكبر، ده حتى عندها صفات ذكورية غريب بتخلي الناس تفتكرها ذكر من كتر ما شكلها مسيطر. الصيد، الضبع المرقط مش بياكل الجيف زي ما الناس فكرة، ده بيصطاد، وبيصطادوا بجماعة، يعني بيخططوا يحاصروا الفريسة وينقضوا عليها في لحظة، وبفكه الجبار بيكسر العظام كأنها ورق، أقوى فك في الثدييات، وبيقدر يطرد أسد من فريسته. أيوة، أسد. نيجي للمخطط، أصغر وأهد ومش بيحب المشاكل، بيعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحتى الهند، وبيتحرك لوحده مش جماعي زي المرقط. الضبع المخطط بيعتمد على المكر، بيمشي بالليل، يتسلل ويدور على فريسة جاهز أو بقايا وجبة من حيوان تاني. ده ما بيتعبش نفسه كتير، لكن ده مش معناه إنه ضعيف، ده ذكي وبيعرف يحمي نفسه، بيعرف يستخب ويمشي مسافات طويلة جدا من غير ما يبان. صوته أهدى من المرقط بس تصرفاته أسرع، وبيعيش في جحور أو كهوف تحت الأرض. وأهم حاجة مش بيتخانق غير لما يضطر، بس لما يتخانق بيعرف يوجع. تخيل كده، الضبع المرقط والمخطط وجها لوجه في معرك. المرقط عنده القوة والعدد والتنظيم، بس المخطط عنده الذكاء والمكر وسرعة الهروب لو المعركة فردي. المرقط بنسبة 90% يكسب، بس لو في أرض واسع وليل، والمخطط عارف طريقه ممكن ينجو، ويمكن حتى يخدع المرقط وياخد الفريسة. المرقط زي الجندي الشرس، والمخطط زي اللص المحترف. ألف. في الليل وسط السكون تختبئ عيون تلمع كالنار، ترصد كل حركة وتنتظر اللحظة المناسبة. إنها الضباع، لا تنخدع بمظهرها، فهي ليست كلابا برية ولا مجرد جامعات للفضلات، إنها أحد أكثر الحيوانات خبثا وذكاء وقوة، تتحرك بصمت وتحاصر فريستها بخطوات دقيقة. وعندما تبدأ المعركة فلا مفر للضحية، أسنانها ليست للقضم فقط، بل لطحن العظام نفسها. نعم، ففك الضبع يعد من أقوى الفكوك في مملكة الحيوانات، وبالرغم من كل هذه القوة فالضباع ليست صيادة في كل الأوقات. في بعض المرات تستغل ضعف الحيوانات الجريحة وتتبعها بهدوء حتى تجد الفرصة المناسبة للضربة النهائية. تراها صامتة كالشبح، وعند الهجوم تتغير الكائنة كليا، سرعة مرعبة ونهيم لا يرحم، ولا تفترس الضباع لتأكل وحدها، ففي العادة تأكل الجميع سويا، والأكبر مقاما يبدأ أولا. وفي وسط كل هذا تستمر المعركة على البقاء، فإما أن تكون الضاري أو تكون الفريسة. نعم، فأحيانا العدو الأخطر يكون من نفس النوع. على فكر، الضبع مش كلب ولا قط، ده عيلة خاصة لوحده. أنثى الضبع المرقط عندها أعضاء غريبة بتخلي شكلها زي الذكر. صوت الضحكة المشهورة مش ضحك،
ده إشارة توتر أو نداء تحذير. الضباع بيتواصلوا مع بعض بحركات وصوت وروائح، وبيعيشوا أكثر من 20 سنة في البر، ولو في الأسر يوصلوا ل25. الضبع مش مجرد كائن بيضحك بصوت مخيف، ده حيوان معقد، ذكي، قوي، وغريب. فكر كده، لو انت في البرية وسمعت صوت الضحكة دي، تفتكر هو بيضحك ولا بيبلغ باقي القطيع إنك وصلت؟ قولوا لنا في التعليقات، انتوا مع المرقط ولا المخطط؟ وإيه أكتر حاجة صدمتكم عن الضباع؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنونا في فيديوهات تانية عن ملوك الغابة.